قسما بالله من سمعت هذا الخبر اللي اتصل بي احد الاطباء زلم تبكي اليوم، ومن الحرقه، من القهر، من البكي، من ما اعرف، حتى عين انضربت، الله شاهد، حتى نزف الدم. ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حتى ما سلمنا من قد القهر اللي شايلينه وشايفينه. اخوان، كل اللي يقول لك نترك قضية بان وقضية العراق فهذا واهم، صدقوني واهم. النقطة الثانية، ما لكم علاقة بالتعليقات واللي دعمتهم الميليشيات والأحزاب واللي يموهون بكيفهم، هذول ما لكم علاقة بيهم. القضية ماشيين بيها، القضية إن شاء الله حوبة هذه البريئة. طلعت الجرائم، كثير من الجرائم، بس اليوم اتصال كان من أحد داخل المستشفى، اتفقوا على حرق جثمان الدكتورة ويضيعون كل الأدلة. بس شكرا حتى القنوات دخلت. شكرا للشرفاء، شكرا لأهل الناصرية، شكرا لأهل البصرة الشرفاء، شكرا لكم. هاي الغيرة، والله قسما بالله هاي الغيرة العراقية. ايش قد هددوني وايش قد رادوا، ولكن هذا الطريق لا يمكن أن نرجع، ماشيين للأمام. القضية كبيرة جدا، قضية بان كبيرة جدا، أكبر مما تتصورون. بيا حق تحرقونها، بيا ذنب تحرقون جثة طبيبة. شنو الذنب اللي سوته؟ الذنب الوحيد اللي سوته اني ما باعت شرف الكلمة، ما باعت شرف المهنة. هاي جريمتها. كشفت شيء عند المجرم لين تكلم هذه الدكتورة ودفعت ضريبتها. يا عراقيين استعدوا، يوم الجمعة انتفاضة ثورة العشرين، وياكم شيوخ عشائر تحزموا وعدت العدة، ولحد يخذل الصوت الحر.